بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم أن تكونوا بخير وعافية وأمان، وأن يرفع هذا البلاء الذي انتشر في العالم أجمع عن العالمين. ورمضان مبارك عليكم جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا للإيفاء بحق رمضان، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من برنامجنا لهذا الشهر الفضيل الذي نتحدث فيه عن القلوب وأنواعه وأمراضه. وسبب اختيارنا لهذا الموضوع هو خطورته، وذلك أن موازين الله عز وجل تختلف عن موازيننا نحن البشر. نحن في موازيننا ننظر إلى صور الناس وهيئاتهم ومظاهرهم، وهي أول ما يقع عليه نظرنا، تجذبنا. المظهر الخارجي يبهرنا. وفي فن المقابلات للعمل يخبرك الخبراء أن عليك الاهتمام بالمظهر حتى توحي للمدراء أنك رجل شيك وأنيق، حيث أنه أول انطباع يأخذونه عنك. هذا ميزاننا نحن البشر. نعم، للأسف هكذا هو ميزان التعامل في دنيا الناس اليوم. ولو كنت تمتلك الأموال فالقروش تجملك وتحسن من هيئتك الرثة، وتسيل لعاب الناس من حولك فيقدرونك ويبجلونك. في أمثال العامة يقولون: الفلوس تشتري النفوس. والشاعر قديما قال: فصاحة حسان، وخط ابن مقلة، وحكمة لقمان، وزهد ابن أدهم. 4 صفات كل واحدة منها لا تقدر بثمن. لو كنت تمتلك فصاحة حسان بن ثابت، شاعر الإسلام وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت تمتلك فصاحته، وخط ابن مقلة، الشاعر والوزير العباسي والخطاط الشهير، والذي ينسب إليه اختراع خط الثلث، وحكمة لقمان العبد الصالح الذي سطر القرآن الكريم حكمه ووصاياه، وزهد بن أدهم هذا العالم العابد الذي ترك الدنيا خلف ظهره ولم ينظر إلى ما في أيدي الناس من الدنيا، واستغنى بالله عنها. كان أميرا من أبناء الملوك في بلخ في أفغانستان. خرج للصيد مرة، وأثناء انشغاله بمطاردة صيده سمع هاتفا يقول له: والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فنزلت كالصاعقة في قلب إبراهيم بن أدهم. نزل عن دابته وهام في الأرض حتى صادف راعيا لأبيه، فأخذ جبته فألبسها للراعي، وأعطى ثياب الراعي لنفسه، وترك للراعي فرسه وقماشه، وترك طريقته في التزين بالدنيا.
واتجه إلى طريقة أهل الزهد والورع، كان يعمل بيده ويأكل من عمل يده. أعود فأقول كما قال الشاعر: هذه الصفات الجميلة الرائعة، الفصاحة والخط الجميل والحكمة والزهد، من لا يريدها؟ فصاحة حسان، وخط ابن مقلة، وحكمة لقمان، وزهد ابن أدهم، كل هذه الصفات لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس نادوا عليه لا يباع بدرهم. للأسف هذه موازيننا في الدنيا، وهذه هي المقاييس التي نتعامل بها فيما بيننا، لكن موازين الله مختلفة جدا. والوصول إلى الله عز وجل لا يكون بالمظهر الحسن، ولا بالهيئة الجميلة، ولا بكمية الأموال المكدسة لديك، وإنما تصل إلى الله بجمال قلبك لا بجمال مظهرك. الوصول إلى الله بسلامة قلبك لا بسلامة بدنك. السير إلى الله لا نسير إليه بالأقدام، وإنما نسير إليه بالقلوب. وهذا ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل جلاله، وكلما كان القلب نقيا تقيا طاهرا نظيفا كان سير العبد إلى الله أسرع، وكان بلوغه إلى الرضا والقبول والفوز أسرع من غيره. وإذا كان القلب ضعيفا أو مريضا فإن سيره يضعف والعياذ بالله. وهذا ما يقرره المولى عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام حين قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمولى عز وجل حين امتدح خليله إبراهيم عليه السلام إنما امتدحه بامتلاكه ذلك القلب السليم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قلبا سليما، فقال: وإن من شيعته، أي من شيعة نوح عليه السلام وعلى منهجه وعلى طريقته، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالله سبحانه وتعالى امتدح خليله إبراهيم بالقلب السليم، وما ذاك إلا لأن القلب تاج الجسد. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: سمي القلب قلبا لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه. ويقول رحمه الله أيضا: خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساد الأمير تفسد الرعية. وهذا ما يشير إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول العالم الجليل والولي الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: إن فقه اللسان من دون عمل القلب لا يخطيك إلى الله خطوة واحدة.
إن فقه اللسان من دون عمل القلب لا يقربك ولا يخطيك إلى الله خطوة واحدة. يكمل: إنما السير إلى الله سير قلوب، فإن الله يريد فصاحة قلبك لا فصاحة لسانك. القلب السليم هو السر والكود الذي تقدم به العارفون بالله والسلف علينا نحن البشر الخلف. وهذا ما أشار إليه العالم الجليل أبو بكر بن عياش رحمه الله، وهو أحد كبار المحدثين وأحد رواة القراءات السبع المعتمدة، عندما سئل عن فضل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسر تميزه على سائر الصحابة، قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. سر تميز أبو بكر الصديق على سائر الصحابة إنما كان بشيء وقر في قلبه. من أجل هذا نتحدث في هذا البرنامج عن القلب لما له من أهمية. والسلف كانوا يوعظون الناس بالقلب. عندما سأل رجل الإمام الحسن البصري رحمه الله: عظني، قال: أوصيك بقلبك، هي تكفيك، أن تهتم بقلبك تكفيك. ولا نعني بالقلب تلك العضلة أو المضخة التي تضخ الدم من الصدر والموجودة في جميع الكائنات الحية، الإنسان وغيره، لا، إنما نعني بالقلب من الناحية الإيمانية. القلب اللا عاقل الذي يميز بين الخير والشر، ويميز بين الإيمان والكفر، وبين الحب والبغض. هذا هو الذي يقصد به بأنه محل نظر الرب. فالقلب له كسب ككسب الجوارح، وعمل كعمل أعضاء الجسد. والله سبحانه وتعالى أعلن أنه يؤاخذ على كسب القلب ثوابا وعقابا، فقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طبعا توجد العديد من الأقوال والاختلافات الواقعة بين أهل العلم، هل يؤاخذ الله بعمل القلب أم لا؟ الإمام النووي رحمه الله يقول في هذه الآية دليل على أن المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. استقرت بمعنى تم العزم عليها في القلب، أي تجاوزت مرحلة الفكر إلى مرحلة العزم على الفعل. ويرد رحمه الله على المنكرين لذلك فيقول: وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فمحمول على ما إذا لم تستقر، أي إذا كان مجرد خاطر لا العزم. دليل آخر في سورة المائدة يقول المولى عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الذي وقر في القلب، ما ترددونه وتقولونه على ألسنتكم في حياتكم اليومية لا يؤاخذكم الله عليه، بل يؤاخذ الله على العزم الذي وقر في القلب. إنما اليمين ما عقد في القلب واستقر وتم العزم عليه فيه. يشهد لهذا لعمل القلب أن الله يحاسب العبد عليه حديث صحيح
رواه الإمام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة استغربوا، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل نعرف سبب دخوله النار واستحقاقه غضب الله، وهو قيامه بجريمة القتل، الجريمة الكبرى، فما شأنه ذاك المقتول؟ ما الذي فعله؟ هو الضحية. فقال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. شيء وقع في القلب، دخل هذا المسلم المقتول النار بشيء وقر في قلبه وهلك بسبب عمل قلبي ليس غير. من أجل هذه الخطورة حديثنا عن القلب، ومن أجل أهميته علينا الاهتمام بالقلب. والقلوب على 3 أنواع: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. أما القلب السليم فهو القلب الذي به الخلاص، الذي يعرفه أبو سليمان الداراني نسبة إلى مدينة داريا في الشام، وهو من كبار علماء أهل السلوك في القرن الثالث الهجري. وصفه الإمام الذهبي بالإمام الكبير زاهد العصر. أبو سليمان يعرف القلب السليم بأنه القلب الذي ليس فيه غير الله. الشيخ الجنيد البغدادي رحمه الله يقول: هو القلب الذي لا يكون فيه إلا حب الله. العالم الكبير ذنون المصري يعرفه بأنه القلب الذي لا يكون فيه إلا الخير. هذا هو القلب السليم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخموم القلب النقي التقي الذي لا إثم فيه، لا بغي، لا غل، لا حسد، قلب سليم من الشحناء والبغضاء، صاف من الغدر والخيانة. النوع الثاني هو القلب السقيم أو المريض، به بذرة إيمان لكن به علة، مثقل بمرض الشهوات أو الشبهات أو بهما معا، وعلى حسب العلل يعرف درجة مرض هذا القلب. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن قسم من البشر وكيف يتعاملون مع آيات الله سبحانه، فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المولى يحدثنا عن أصحاب القلوب السليمة وأصحاب القلوب المريضة، فيقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القلب الثالث هو القلب الميت، عرفه الشيخ ابن القيم رحمه الله بأنه القلب الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما. يقول ابن القيم أيضا أنه قلب خال من الإيمان مظلم استراح الشيطان
من إلقاء الوساوس إليه، لأن الشيطان اتخذه بيتا وموطنا يسكن فيه فتمكن فيه. هذه أنواع القلوب الثلاثة. نسأل الله السلامة، وأن يرزقنا قلبا سليما مؤمنا صادقا خاشعا. هذا هو القلب، وهذه أهميته. وخلال اللقاءات القادمة بإذن المولى عز وجل نتوقف عند كل نوع وما يرتبط به، مبتدئين بقوة الله وحوله بالقلب السليم في لقائنا القادم بإذن الله. وإلى غد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.